اسمع ماذا كتب إلي أمير المؤمنين بعد أن وصفت له حال أهل الكوفة. فضل أهل السابقة والقدم ممن فتح الله على أياديهم تلك البلاد، واجعل الذين نزلوا البلاد بعد فتحها من الأعراب تبعا لأولئك السابقين المجاهدين، إلا أن يكون السابقون تثاقلوا عن الجهاد والحق وتركوا القيام به وقام به من بعدهم. واحفظ لكل إنسان منهم منزلته، وأعطهم جميعا قسطهم بالحق، فإن المعرفة بالناس يتحقق بها العدل بينهم. صدق والله أمير المؤمنين، وهذا أول العلاج لمشاكل أهل الكوفة. عادت العصبية القبلية تطل برأسها من جديد، وصارت لزعماء القبائل الكلمة المسموعة على كلمة الوالي، وهذا والله شر ما بعده شر. غدر بي اللعين ما هو غدر بي اللعين ما هو من أنت؟ أنا الإمبراطور قسطنطين، وهؤلاء جندي. قاتلنا العرب فهزمونا ودمروا أسطولنا. لا قبح ما فعلت، أخزيتنا وأفنيت رجالنا. لو أتى العرب الآن لن يجدوا من يردهم. اصحبوا. أنا لا أقوى على قتله، وتقتله أنت؟ يا ابنتي، كان هناك نسر يسكن قمة الجبل تهبه كل الطيور. جرح أثناء الصيد وصار يعاني كثيرا للوصول إلى عشه، فنزل الوادي وعاش بين بقية الطيور. في الأيام الأولى هابته الطيور، لم تجرؤ على الاقتراب منه، ثم علمت أنه جريح فاقتربت منه، وبتوالي الأيام عايشته ونافسته واجترأت عليه. استجمع كل قواه وطار إلى قمة جبله ومات هناك. مات فوق قمته حيث كان يجب أن يكون.
ولقد ربطنا سفننا بسفنهم حتى صار سطح السفن كالأرض اليابسة، واستعنا بالله وكررنا عليهم حتى صار ملكهم قسطنطين قاب قوسين أو أدنى من الأسر، لكنه فر مثخنا بجراحه حتى وصل صقلية فقتله أهلها. وقد تمكنا بعون الله من قتل وأسر الروم حتى غطت جثثهم سطح الماء، وفر الباقون ب200 سفينة يا أمير المؤمنين، هزمنا 1000 سفينة لهم، وهذا بفضل رضوان الله ثم بفضل دعائكم ودعاء المسلمين. وقد أظهر جيشنا شجاعة وبطولة، واستبسل رجالنا في سبيل رفع راية الإسلام، فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يمن علينا وعلى المسلمين بنصره. الحمد لله الذي أخضع لنا البر والبحر، ونصرنا على الروم في ذات الصواري، وأراحنا من ملكهم قسطنطين. بارك الله في ابن أبي السرح وجيشه العظيم. إنه أول نصر كبير للمسلمين في البحر. الحمد لله الذي هداني وشرح قلبي للسماح للمسلمين في ركوب البحر. كان الناس يسمونه بحر الروم، وما أظنهم يسمونه هذا الاسم بعد اليوم. والله لن أدع لهم البحر بعد الآن. سأوعز ببناء دار للسفن في عكا، ودار أخرى في الإسكندرية تصدر عنها مئات السفن القوية والبحارة المهرة. من فضل الله عليك يا أمير المؤمنين أنه لم تتحقق للمسلمين فتوحات كالتي تحققت في عهدك، فقد دانت لك أفريقية وأذربيجان وأرمينيا، وقضي على قسطنطين ويزدجرد، ملكي أعظم مملكتين في هذا الزمان. فهنيئا لك يا أمير المؤمنين. بل هنيئا للإسلام والمسلمين. سآمر أن تقرأ رسالة ابن أبي السرح على كل المنابر. ماذا كان يريد منك سعيد بن العاص؟ ولاني أمير المؤمنين على حرب الكوفة. وما المقصود بحرب الكوفة؟ المقصود أني مكلف بتجهيز الجيوش وإعدادها وإمدادها بالمال والسلاح وتسييرها للحرب. أرجو أن يسدد الله خطاك. أرجو ذلك يا أسماء.
ما رأيت أجود من طلحة بن عبيد الله. من له مثل قرية نشستج لحري به أن يكون جوادا. والله لو أن لي مثلها لأغدقت عليكم وجعلتكم تعيشون عيشا رغيدا. والله لوددت لو أن سواد الفرات كله لك. فض الله فاك يا عبد الرحمن، تود أن يكون له سوادنا. اتق الله يا عمير، إنه ولد غر لا يعي ما يقول. بل يعي ما يقول، إنه يود زوال النعمة عنا، والله لولا أنه ابنك يا خنيس. أمسك يا أشتر، فبنو أسد لا يهددون. بل يهددون وينكل بهم، وسنريك كيف ينكل بهم. توقفوا، استهدوا بالله، إن هي إلا كلمة قالها غلام حدث. والله لا ندعه حتى نؤدبه غير هذا الأدب. خسيت يا عمير. قتل الله الخلاف والنزاع. هل أصابكما مكروه؟ كادت تقتلنا حاشيتك التي تخشاك كل يوم. والله لن يدخلوا مجلسي بعد اليوم. كل ما أطلبه منكما أن تكفا ألسنتكما ولا تحزبا الناس، فالفتنة نعرف بدايتها لكننا لا نعرف أين تنتهي. يعزل عثمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولي الوليد بن عقبة الفاسق شارب الخمر، وعندما نطلب منه إبداله يولي علينا منعما مترفا لم يرضى الصعود إلى المنبر إلا بعد غسله وتطهيره. المال لأقرباء عثمان، المناصب لأقرباء عثمان، الحمى لعثمان، ضوال الإبل لعثمان، لا تخرج سفينة في البحر إلا لتجارته، حتى الإقطاعات، كل الإقطاعات يقطعها لأقربائه وأهل بيته. حتى عمه الحكم بن العاص الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاده عثمان إلى المدينة المنورة. يعيد الحكم بن العاص إلى المدينة المنورة. أترضون بهذا أيها المسلمون؟ لا والله لا نقبل بهذا. ما الذي أقلق الأمير؟ الذين ضربوك وابنك لم يتركوا مجلسي ويخلدوا إلى الهدوء والراحة، لا، إنهم يجتمعون في دار صعصعة بن صوحان ويحاولون إيقاد الفتنة. جميعهم؟ نعم، صعصعة والأشتر وابن الكواء وجندب الأزدي وابن ذي الحنكة وعمير بن ضابئ وآخرون يجتمعون دائما ويحرضون الناس علي وعلى أمير المؤمنين. إنهم قلة. كانوا قلة، أما الآن فقد اجتمع إليهم أناس كثر. الأفضل أن أكتب إلى أمير المؤمنين وأعلمه بأمرهم. كثر شغب أهل الكوفة. اكتب إلى سعيد بن العاص أن يرسل رجال الفتنة والتحريض إلى معاوية، واكتب إلى معاوية بأمرهم. إن نفرا قد خلقوا للفتنة، فأقم عليهم وانههم، فإن آنست منهم رشدا فاقبل، وإن أعيوك فردهم عليه. عادت الكوفة إلى الصدارة، قوم يشغلون على سعيد بن العاص ويحرضون عليه وعلى الخليفة. الفتنة تطل برأسها يا ضحاك، تطل برأسها. سيصلونك قريبا. قل للخدم أن يجهزوا لهم كنيسة مريم كي ينزلوا بها، وإياكم أن تنقصوا من طلباتهم شيئا. لكن أهل الكوفة يرددون ما يقوله صعصعة وصحبه، ويقولون إنهم على حق. إنه أمير المؤمنين وله بيعة في أعناقهم، ولا يقولون ما يقولون إلا لغاية في أنفسهم. أية غاية؟ عمير بن ضابئ مثلا عاقب أمير المؤمنين والده لتعرضه بالهجاء لامرأة مسلمة، ثم مات في السجن، فحقد عليه عمير. وجندب وأبو مورع
أمر أمير المؤمنين بضرب أعناق أبنائهما لأنهما قتلا ابن الحيشمان، والآخرون يا أسماء يريدون إما الزعامة وإما الولاية. أرجو أن لا يثور أهل الكوفة لإبعادهم. أرجو ذلك. أهلا أهلا بأشراف الكوفة وأبطالها. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بالأبطال، أهلا بالأشراف، أهلا بالحكماء، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا وسهلا. شرفتم شرفتم أيها الأشراف، شرفتم. تفضلوا تفضلوا. عندما علمت أنكم تنوون مغادرة الكوفة سألت أمير المؤمنين أن يوجهكم إلي، فأنا بحاجة إلى أمثالكم، أبطالا، عبادا، حكماء. تفضلوا. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم. لقد نورتم دمشق. أرجو منكم ألا تبخلوا علي بما لديكم، فأنا فعلا بحاجة إلى أمثالكم. أنتم أبطال، أنتم حكماء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. نحن لم نأتي إليك بمحض إرادتنا، بل أبعدنا عن الكوفة إبعادا لا رغبة لنا فيه. وأنا لم آتي إلى الشام بمحض إرادتي، بل قدمت إليها بناء على رغبة أمير المؤمنين، كما قدمتم أنتم جميعا بناء على رغبته أيضا. إذن فنحن هنا جميعا بغير محض إرادتنا، فلم لا نهون على أنفسنا أعباء الغربة ونتعاون كي تكون أخف وطأة علينا جميعا. نحن مبعدون إلى الشام، أما أنت فأمير عليها. هذا صحيح، لكن الإسلام ساوى بيننا. طالما تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأنتم إخواني في السراء والضراء، ألا تشهدون؟ بلى بلى نشهد، بل نحن من نشهد. ستنزلون في كنيسة مريم وسأزوركم دائما. أهلا وسهلا، شرفتم وآنستم. أهلا وسهلا. أوصلتهم إلى معاوية وعدت. حسنا فعلت. هل لك في حاجة؟ لا لا لا، ائذن لي. مطر. أنت أكثر الناس اختلاطا بالجند. خذ هذا المبلغ وأعطه لأكثر الجند احتياجا. من يدري، قد يكون الرجل ذا أنفة وكبرياء تمنعه من الطلب. سأوصله إليه. أعرفه؟ أكثر مما أعرفه أنا. الخليفة يجب أن يكون من قريش. الخليفة يجب أن يكون من قريش. إني لا أسمع إلا من يردد هذا الكلام. لماذا؟ لماذا يجب أن يكون من قريش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش. أيكفي أن يكون النبي من قوم كي ينالوا هذا الشرف؟ هل اكتسب قوم لوط أو نوح هذا الفخر؟ لا، بل عادوه وحاربوه. لذا لا أرى سببا للتمسك بزعامة قريش. ما تقوله صحيح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه النبي العربي، أي إنه للعرب كافة وليس لقريش وحدها. القرآن يقول فيه جل جلاله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآنا عربيا. أما عثمان
فقد جعل منه قرآنا قرشيا. صحيح. ألم يقل للذين جمعوا القرآن إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم، ولكنه أمر لعثمان الأمير معاوية. أردت أن أطمئن بنفسي على حسن استضافتكم. أتمنى أن تكون جيدة. كيف هي إقامتكم هنا؟ جيدة والحمد لله. الحمد لله على كل شيء. ومع ذلك فأنا أرغب في أن أستضيفكم عندي في القصر. لا. أتتمنعون عن جيرتي؟ لا أيها الأمير، لكننا لا نريد أن نشغلك عن مهامك أعانك الله عليها. بصراحة إنني أرغب في إبعادكم عن هذا المكان، فأنا غير مطمئن على سلامتكم هنا. لماذا؟ نعم، عند قدومي إلى هنا شاهدت 15 رجلا يحومون حول المكان، وقد أخبرني قائد الشرط أنهم من الزعار والفاتكين وقطاع الطرق، فخفت عليكم وأرسلت عددا من الجنود لضرب أعناقهم. أضربت أعناقهم؟ نعم، فإن من يثبت عليه جرم عاقبناه بجرمه، وأنتم ضيوفي، وأنا لن أسمح لأحد بالاقتراب منكم أو أذيتكم، لذا قررت أن أبقي هنا عددا من الحراس كي يحرسوكم ويبعدوا عنكم هؤلاء الزعار والغوغاء. أرجو ألا يكون خبر هؤلاء الزعار قد أفقدكم شهيتكم للطعام، فأنا جئت إلى هنا كي أشارككم الطعام. هيا بنا، تفضلوا، هيا. لم أفهم شيئا مما جرى بينك وبين مطر. مطر يحتاج المال لغرض لا أعرفه، وعزة نفسه تمنعه من الطلب. ألم تلاحظي يا أسماء؟ ألم تلاحظي احمرار وجهه؟ بلى، أحسنت إليه كثيرا عندما فرجت كربه دون أن يسأل. والله ما أنصفته، والله ما أنصفته. كنت عند سعيد بن العاص فسمعته ينصح ولده ويقول له: يا بني، أجري لله المعروف إذا لم يكن من غير مسألة. هكذا يتصرف أهل الجود والكرم. نحن إخوة في الإسلام، ويحق للمسلم أن يعتب على أخيه المسلم، أليس كذلك؟ بلى. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. إذن اسمحوا لي أن أعتب عليكم، وقد سمعت عنكم ما لا أحب. ماذا سمعت؟ يا إخوتي، إنكم قوم من العرب، لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا، وبه غلبتم الأمم. وقد بلغني أنكم نقمتم قريش، ولو لم تكن قريش لبقيتم أذلاء كما كنتم، فإن الناس لا تسلم قيادها إلا إلى قريش. ومن أبلغك ذلك؟ إخوان لكم يجتمعون معكم. يا إخوتي، إن أئمتكم لكم جنة، فلا تفترقوا عن جنتكم، وإن أئمتكم يصبرون على الجور ويحتملون منكم ما لا يحتمل، فاتقوا الله قبل أن يبتليكم بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر، ثم تكونوا شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية،
فلا تخوفنا بها. وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا ما اخترقت خلص إلينا. الآن عرفتكم وعلمت أن قلة عقلكم هي التي أوصلتكم إلى هنا. أنت خطيبهم يا صعصع، والله ما أرى لك عقلا. أعظم لك أمر الإسلام وأذكرك به وتذكرني أنت بالجاهلية. أوجز يا معاوية. افهموا مني ولا أظنكم تفهمون. إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا في إسلام إلا بالله تعالى. لم تكن أكثر العرب ولا أشدهم، لكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابا. لسنا أقل شرفا ونسبا من قريش. أخبروني، هل تعرفون عربيا أو أعجميا أو أسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر في بلده وحرمته؟ إلا من كان من قريش، فلم يقصدهم أحد بكيد إلا جعل الله خده الأسفل. هذه كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كرامة قريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، والمؤمنون الأوائل من قريش، وقد جعل الله الخلافة بينهم وفيهم. وأبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف من قريش أيضا. صعصع، والله إن قريتك شر القرى، أنتنها بيتا وأعمقها واديا وأعرفها بالشر وألأمها جيرانا. والآن وبعد أن أبرزك الإسلام جئت تسعى للفتنة؟ معاوية أمسك. ما بك؟ لم تنتهي الفتنة بإبعاد صعصعة وأصحابه. أشعر بأمر غريب يدبر في الخفاء يا أسماء، وما هو بأمر صادر عن ردة فعل، لا، بل هو أمر منظم حلقاته مترابطة جدا. ما هو هذا الأمر؟ لا أدري، أشعر به، أحس به، ولكني لا أدري ما هو. يا قوم اتقوا الله وردوا علي خيرا أو اسكتوا وانظروا وتفكروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم وينفع عشائركم وينفع جماعة المسلمين، فاطلبوه تعيشوا ونعش بكم. لست أهلا لذلك يا معاوية، ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله. أوليس أول ما ابتدأتكم به أمرتكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعتصموا بحبله ولا تفرقوا؟ بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إني آمركم الآن إن كنت فعلت فأتوب إلى الله، وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة وكراهة الفرقة، وأن توقروا أئمتكم وتدعوهم على حسن ما قدرتم وتعظوهم في لين. إذن فإننا نأمرك أن تعتزل عملك، فإن من المسلمين من هو أحق به منك. إني لا أعلم في زماني أحدا أقوى على ما أنا فيه مني، وقد رأى ذلك عمر بن الخطاب فولاني، فلو كان غيري أقوى مني لما كانت لي عند الفاروق هوادة ولا لغيري. كما إني لم أحدث حدثا ينبغي لي أن أعتزل عملي من أجله. لكننا نرى أنك أحدثت أمرا ينبغي عزلك فيه. لو رأى أمير المؤمنين وجماعة المسلمين ذلك لكتب بخط يده واعتزلت عملي. لعمري لو كانت الأمور تقضى على رأيكم وأمانيكم لما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما ولا ليلة. فعودوا إلى الله وعاودوا الخير وقولوه. لست لذلك أهلا يا معاوية، لست لذلك.
احذروا، هذه ليست أرض الكوفة. والله لو رأى أهل الشام تطاولكم علي وأنا إمامهم لما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم. لعمري إن صنيعكم يشبه بعضه بعضا. والله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت. معاوية ضاق ذرعا بصعصعة وصحبه. ماذا حدث؟ عجز دهاء معاوية عن ترويضهم. كل ما أرجوه ألا يعيدهم إلي. مضت أيام لم يزرنا معاوية أو نسمع عنه خبرا. أخشى أن يفتك بنا لن يفعلها معاوية، فلو أراد أن يقتلنا لفعل ذلك منذ وصلنا، ولكنه يحاول أن يستخدم دهاءه وحلمه ليثنينا عما نفكر فيه. لست مطمئنا لمعاوية، أشعر أنه يدبر لنا أمرا ما. لا يستطيع معاوية أن يفعل شيئا، فهو يأتمر بأمر عثمان، وعثمان أمر بإبعادنا عن الكوفة ليس إلا، ولم يأمر بأكثر من ذلك. كتاب من معاوية بن أبي سفيان يا أمير أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنك بعثت إلي أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم، ويأتون الناس من قبل القرآن فيشبهون على الناس، وليس كل الناس يعلم ما يريدون، بل يريدون فرقة ويريدون فتنة. قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم، ولست آمن إن قاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم، فارددهم إلى مصرهم، فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم. أرى أن أمير المؤمنين اعتكر، فما في الرسالة يا أمير المؤمنين؟ اكتب إلى سعيد بن العاص أن يعيد من أبعدهم عن الكوفة إليها، فوالله لا آمن أن يثيروا أهل الشام على معاوية. إن لم يقدر عليهم معاوية فلم يقدر عليهم سعيد بن العاص. والبصرة كذلك تعاني من بوادر فتنة. حكيم بن جبلة يضم إليه الموتورين في البصرة، ومصر تعاني كذلك من تجمع الغوغاء والنيل من هيبة أمير المؤمنين. إنما يحدث خطير وخطير جدا، وهذا ليس بعمل أفراد قلائل، إنما هو عمل منظم له رأس يدبره. إنه هو لا أحد غيره، ابن السوداء. ابن السوداء؟ من هو؟ عبد الله بن سبأ، يهودي من صنعاء، أسلم زمن عثمان ويحاول إثارة الفرقة بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بلغ السيل الزبا، إن بقي هؤلاء القوم هنا لا آمنوا على الكوفة منهم. اكتب إلى أمير المؤمنين بخبرهم كي يبعدهم عن الكوفة قبل أن تنتفض ويحكمها الغواء.
فإذا وصلك كتابي أرسل من ذكرت إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حمص، فهو قوي الشكيمة وسيحسن التعامل معهم. يا آلة الشيطان، لا مرحبا بكم ولا أهلا. لقد رجع الشيطان محسورا خائبا وأنتم ما زلتم نشيطين في الباطل. خسر عبد الرحمن إن لم يؤدبكم ويخزكم. يا معشر من لا أدري من أنتم، أعرب أنتم أو عجم؟ لن تقولوا لي كما كنتم تقولون لسعيد ومعاوية. أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة، والله لأذلنكم. نحن لسنا قتلة أو مجرمين كي تهددنا. نحن عرب قحاح إن لم تكن تدري ما هو أصلنا. ما؟ والله لأقطعن ألسنتكم التي تغوون بها الناس، ولأنكلن بكم تنكيلا تأملون الموت عليه. خذوهم. وقد جئت من قبل أصحابي أعلن لك توبتنا وصلاحنا. احلل أنت ومن معك حيث شئتم، فقد عفوت عنكم. نريد أن نبقى عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حمص. لكم ذلك. مهلا مهلا يا أمير. هل أبقى أميرا للحرب على مدينة أنفذت جيوشها؟ الهدوء والأمن يسودان المدينة. سأترك عليها عمرو بن حريث حتى أعود. تعود؟ هل ستغادرنا؟ نعم، فقد طلب أمير المؤمنين أن أقدم عليه. لن أوصيك بالكوفة وبعمرو بن حريث. أرجو أن تساعده وتكون معه. أيها الناس، أيها الناس، اسمعوني. حافظوا على تماسككم وتعاضدكم، وكونوا يدا واحدة، لأن يد الله مع الجماعة. ولا تنسوا أن إخوانكم وأخيارنا يستبعدون وينكل بهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. اغدوا الآن وفقكم الله إلى أعمالكم، وعندما يطلبكم شرع الله كونوا جاهزين، واعلموا أن أمرنا دائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.